السويس ومعاه فارس مع النادي المصري، جاي عروض كتيره وقدرات نادي الزمالك نادي كبير ونادي عظيم، وفي مجلس اداره على المستوى وجهاز الفني على مستوى كابتن حسام وكابتن طارق. فضلت نادي الزمالك فعلا ان انا عاوز اعمل حاجه لنادي الزمالك، عاوزين بقى 5 6 سنين مفيش بطوله. عاوز اعمل حاجه، انا من صغري بحب ان انا العب على بطوله، اخد بطوله، فحسيت ان انا اقدر اساعد نادي الزمالك الفتره دي ان شاء الله، ونادي الزمالك يساعدني. اتمنى اكون عند حسن ظن جماهير ومجلس الاداره والجهاز الفني على مستوى، ويا رب اكون عند حسن الظن. شكرا. الجهاز الفني انا في وجهه نظري اتمنى ان اشتغل معاه لاخر لحظه في حياتي، بدايه من كابتن طارق سليمان المدرب العام، كابتن عبد الحليم علي، كابتن عماد المبروك، الجهاز الطبي اللي موجود حاليا سواء الدكتور مصطفى المنيري او الدكتور عبد الله جورج او محمد ميشو علي، دكتور عمرو المطراوي، المجموعه دي كلها زائد كمان غرفه الملابس. انا بقول دولت احنا عشان ننجح ممكن لازم تنجح من عامل غرفه الملابس، الراجل اللي بيعمل ملعب، دولت لازم الناس تعرفهم جماهير واعلاميين، حتى سواء ميلا او سونجو او مجموعه دول اسامي جديده عليكم، لكن الناس كلها معروفين. لكن اتمنى ان شاء الله ان يكونوا عامل مساعد للجهاز الفني، وان شاء الله يكون طموحاتنا كبيره ان شاء الله مع الزمالك. نبدا اسئله بس. لكن اقول لك جماهير الزمالك المحترمه، جماهير الزمالك اللي بتفهم كوره قوي، بتقبل بالاداء وتقبل بالبطولات، فمش لم تقبل، لا بالعكس. انا واحد من الناس ما اتمناش لنادي الزمالك غير البطولات، لكن انا عايز بضيف حته ان جمهور الزمالك بيحب يكون عنده ناس بتشتغل بقلب، فرقه محترمه بتلعب كوره زي ما عملنا من نهايه الدور الاولاني لنهايه الموسم، احسن فرقه قدمت اداء. ان شاء الله الاداء ده ويزيد بالمرحله دي ان شاء الله بالبطولات، من خلال اللاعبين اللي موجودين، من خلال العداله في كل شيء من عناصر اللعبه اللي بتقود العناصر اللعبه سواء اتحاد الكوره او حكام. احنا هنساعد اتحاد الكوره، هنساعد الحكام مقابل ان هم ناخد حقنا، ولو في اخطاء غير مقصوده ما عندناش مشكله، لكن مش عايزين نسمح باللي حصل الموسم اللي فات، ماتش الاهلي وانبي، الزمالك والشرطه، مش هنسمح بيه تاني، وكتير وامثله كتير. فبالتالي احنا بنمد ايدينا للناس اللي موجوده اللي بتقود سواء حكام او غيرهم، ان احنا معاهم، وان احنا بنتمنى ان يكون عندنا حكام كتيره في النهايات او في كاس افريقيه وفي كاس عالم، مش هتيجي غير بالعداله. كابتن حسام، يمكن خلال المؤتمر الصحفي تحدثت عن جميع المفاوضات مع لاعبي الانديه الاخرى قبل الموسم، ولكن اغفلت كابتن جمال حمزه رغم ان احنا سمعنا ان كان في مفاوضات. اذا كان الزمالك يريد فعلا جمال حمزه، فلماذا لم يسعى اليه قبل الانضمام للنادي الاهلي او من خلال عودته من المانيا؟ لا، ما حدش فتح الموضوع ده، وممكن يكون جمال حمزه بالتحديد قبل ما اعرف ان هو مضى في النادي الاهلي، قلت له عندك رغبه؟ قال لي هفكر ومش عارف ايه وبتاع، فحسيت ان هو قبليها كان بيسعى من خلال ناس قريبين منه ان هو يجي نادي الزمالك. فاول ما سمعت النغمه دي ساعه تحديد ماتش الاعتزال بتاع عبد الحميد بسوني الزمالك والحرس، فتحت معاه الموضوع، فاكره ان هو يعني ان انا هجيبه من مكان لمكانه الطبيعي لنادي الزمالك، مكان احسن، لانه كان راجع من المانيا، الموضوع فشل هناك في المانيا، فانا حبيت ان انا عارف امكانياته كويس، حبيت انه يكون موجود معايا، ففاكره ان انا اقول له الكلام ده كان هيبقى يفرح. لا، قال لي لا انا هفكر، اصل انا عندي مضيت في الجونه ومش عارف ايه، لسه ماضي في الجونه وهشوف وبتاع. فانا استنيت لما اشوف، اتفاجئت بعدها بيومين ثلاثه ان هو مضى في النادي الاهلي، فما كانش الموضوع صريح. فبالتالي بعد ما وفقش مع النادي الاهلي والموضوع مشي الظروف اللي انتوا تعلموها، حسيت ان هو يبقى البديل الزمالك، ما ينفعش يبقى البديل الزمالك. جمال حمزه من الناس اللي انا بحبها جدا على المستوى الفني والشخصي، ان شاء الله يعمل الموسم ده كويس وربنا يوفقه في المكان اللي فيه. ناخدك فنيا شويه، بدايه الدوري يمكن مواجهات صعبه للزمالك، 4 انديه من الانديه التي صنعت اسم في الدوري العام، شايف المنافسه ازاي وشايف البدايه ازاي لنادي الزمالك خلال موسم 2010-2011؟ المنافسه قويه، واحنا بدأناها الدوري المصري كان ابتدى ان هو ينحصر وينقرض، مستوى الفني كان ضعيف من اول ما بفضل الله وفقنا مع نادي الزمالك في نهايه الدور الاولاني، مستوى الدوري عالي
ونسبه المشاهده والتسويق زاد. طبعا ده الفايده جت على الكره المصريه والناحيه الفنيه والتسويقيه وكل حاجه بالاداء والمنافسه اللي عملها نادي الزمالك من نهايه الدور الاولاني لنهايه الدوري. الدوري عشان يقوى ويبقى احسن لازم يكون في عداله من العناصر اللعبه من اتحاد الكره والتحكيم واللي احنا بنثق فيهم الى ان يثبت العكس. حسام معلش يا اخي بمناسبه العداله، وانا عارف ان الموضوع ازمه جده هو المسيطر حاليا في نادي الزمالك او في نادي الاهلي وفي اتحاد الكوره، ايه اللي توجهه لاتحاد الكوره، خاصه ان احنا كل سنه بيحصل نفس الازمه ودائما لا لوائح لا بنود لا اتفاقات، يعني كل سنه نفس الازمه ومفيش لوائح. ايه اللي انت شايفه في هذا الموضوع؟ انا على المستوى الشخصي ولا كمسؤول؟ كمستوى شخصي وكمسؤول كمان، كحسام حسن نجم الكره المصريه وكمسؤول عن المدير الفني نادي الزمالك. انا مش شايف ان في الموضوع فيه عداله خالص، وشايف ان جماهير الزمالك اللي خد القرار ده وبياخد القرارات دي بيعمل احتقان اكبر من جماهير الزمالك لعناصر اللعبه. وانا شايف ان جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك وانا على المستوى الشخصي مش هناخد حقنا غير من خارج مصر. هو كان في لعيبه كنا نتمنى يبقوا موجودين، لعيبه اضافات قويه، ما حصلش نصيب زي ما قلنا في المؤتمر، والظروف ما اتاحتش ان هم يبقوا موجودين مع الفريق. انما البركه في الناس اللي جم، وان شاء الله يبقى في اضافه كويسه جدا للفريق. وبقى في عندك عناصر، كان عندك عجز كتير الموسم اللي فات يعني كان حسام ما بيلاقيش اكتر من لعيب في موقف معينه، فالناس دلوقتي بقى في الحمد لله في مراكز اللي كان فيها عندنا نقص فيها بقى في اكتر من بديل، فاتمنى ان شاء الله يكون اضافه قويه باذن الله. كابتن مرة، اكيد لك تعقيب بعد صدور قرار اتحاد الكره المصري بفرض غرامه على اللاعب محمد ناجي جده وسريان عقده مع النادي الاهلي، اكيد لك تعقيب على العقوبه خاصه نادي الزمالك. زي اي زملكاوي، زي جمهور الزمالك، زي اي واحد عنده ضمير، حزين طبعا من القرار. قرار مش مقتنع بيه خالص نهائي يعني، وقرار ظالم لنادي الزمالك، وقرار بيبدا مبدا بعد كده المبادئ ان ايه بيشجع اللعيبه على يبقى في فساد ان انت تعمل ايه، تمضي باكتر من نادي، فساد ان انت ما يبقاش عندك يعني ما عندكش كلمه، يعني مبدا ما يبقاش فيه، مش هيبقى فيه نظام. هتلاقي العمليه لخبطه على بعضيها، ممكن لعيبه تمضي في 3 4 انديه، هتلاقي لعيب ما بيهموش حاجه يجي للنادي بتاعه يقول لك انا مضيت، او النادي تاني يقول لك، ويضرب دماغك في الحيط، والاخرتها كلها بقى عارفين القصه ايه، عمليه فلوس. يعني انت في الاخر خالص بترزق بالمبدا، بترزق مبدا اللي هو ايه، انك انت الماده هي اللي هتحكم، الفتوانه هي اللي هتحكم، انك انت خلاص هي ديتها ايه، 1,000,000 جنيه